طب اخيرا عايزين بقى رساله كده لمنتدى كره مصريه من استاذ محمد شبانه. بقول لمنتدى كره مصريه انتوا لكم تاثير دلوقتي قوي جدا على على الاعلام المصري، في ان الناس بتعرف تقييمها من خلال منتدى كره مصريه في كثير من الاوقات. فارجو ان دايما تقييمهم لا يبنى على العاطفه، يعني دايما يبنى على المنطق والحجه. مصر بتعيش عصر مختلف دلوقتي، عصر مبني على النقاش، مبني على المعلومات، مش مبني على الرقص في الاستوديو. خلاص يعني كل حاجه انكشفت دلوقتي، اللي كانوا بيرقصوا في الاستوديو انكشفوا، واللي كانوا بيقولوا كلام وتملقوا النظام انكشفوا، واللي كانوا في حضن جمال مبارك واحمد عز في البرلمان انكشفوا دلوقتي، والاعلاميين اللي هم كانوا لهم مواقف ضعيفه ضد النظام اعتقد دلوقتي انكشفوا. فمحتاج منتدى كره مصريه انه هو يقيم الامور ويحطها في نصابها السليم والصريح. وعايز اقول لهم ان في ناس كتير بتستقطب ناس من منتدى كره مصريه عشان يعملوا عنهم موضوعات كويسه ويردوا عنهم ردود كويسه ويعملوا الكلام ده ويجندوهم. فانا اتمنى من المنتدى ان يراعي هذه المساله، وكل شيء قابل للنقاش. واتمنى يكون في تواصل مع كره اونلاين طبعا من خلال المنتدى في اي وقت هم عايزيني يسالوني في اي شيء وانا ما عنديش حاجه اخفيها باستمرار، انا ما عنديش مشكله يعني. واتمنى لهم التوفيق، وبقول ان هو منتدى فعلا اثبت ان هو من اهم الوسائل اللي بتربط الميديا الاعلام بالشارع، منتدى كره مصريه.